مداخلة يجب ألا تتجاوز 20 دقيقة لو سمحتم. المحكمة الإدارية، السادة القضاة، السادة المحامون، السيدات الموظفات، السادة الموظفين، أيها الحضور الكريم، أعتز كثيرا بوجودي معكم في هذه الندوة بصفتي الشخصية وبصفتي كعضو للمكتب المركزي لولاية موظفي العدل. وبهذه المناسبة أحييكم نيابة عن باقي إخوانكم في المكتب المركزي للولاية الذين أسعدهم ندوتكم في هذه الليلة، في هذا المساء. فتحية لكم مجددا، وتحية المكتب المحلي لولاية موظفي العدل بإمزكان، نحييهم ونشد على أيديهم. سأحاول أن أكون مختصرا في هذا الموضوع الذي هو موضوع أكبر من عنوانه، هو تحديد الإدارة القضائية ودور الشباب فيها. الموضوع في ارتباطه بموضوع الندوة اللي هو الشباب الفرص الكبرى، في علاقة الشباب بالتنمية، وإيش هي التنمية التي نصب لها. إذا التحديث في علاقته بالتنمية، التنمية كيف تعريف ديال الأمم المتحدة كيف كتعرفوا جميعا، التنمية هي العمل المفهوم لتقدم المجتمع جميعه اقتصاديا واجتماعيا. إذا التحديث هو رافعة للتنمية، على اعتبار على أنه لا يمكن أن تكون التنمية دون تحديث. مفهوم مشاركة الشباب في التنمية، بالنسبة لنا المشاركة الشباب في التنمية مرتبط بالمشاركة أولا في اتخاذ القرارات، في تنفيذ الخطط والبرامج، في الاستفادة من الخدمات الشبابية عموما، خلق أوراش للتنمية. ونرجع للتاريخ المغربي،